السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض سمك حلو جدا بطريقة سهلة وطريقة بسيطة بدون استخدام القلي أو الشهر. كل اللي هنعمله دي معلقة من الزيت، بحط عليها 4 فصوص من الثوم مهروسين كبار، وببدأ أحط عليهم الملح والفلفل والكمون وبهارات السمك وشوية من الفلفل الأسود، وبضيف عليهم الفلفل الألوان وببدأ أشوحهم شوية. وزي ما انتم شايفين كده بفتح السمك من الجنبين عشان خاطر التتبيله تبدا تخش في السمك، وعشان تساعد على ان السمك يستوي بسرعه. دي اول حاجه اللي انا بعملها، ان انا بعصر الليمون على السمك، وببدا بعد كده اتبله من جوه ثوم مع الفلفل الالوان اللي انتوا شايفينه، وضفت عليه كمان جزر مبشور، وهقلب كل الخليط ده كله مع بعضه. الاول حاجه ان انا هتوم بالثوم بس والملح والفلفل، وبعد كده هبدا اضيف بعد كده الفلفل في الاخر. زي ما انتم شايفين كده انا بدات ان انا اتوم بالسمك كله من بره ومن جوه بالجزر المبشور وشويه من الثوم. بعد كده ببدا احط الخلطه التانيه اللي هي عباره عن الفلفل الالوان وشويه من الكرفس اللي بيديله طعم مميز وريحه حلوه جدا لما بيستوي. بعمل كده السمك كله بالمنظر ده، واكون محضره الصينيه بتاعتي. طبعا بكون مولعه الفرن على 180 درجه. كده حشيت كل السمك، وطبعا الجمبري هيكون ليه نصيب من نفس الخلطه اللي انا عملتها. وطبعا الجمبري انا بغسله كويس جدا، وبشيل كيس الرمل اللي موجود في ظهره من ورا، وبنضفه كويس قوي من اي زفاره موجوده فيه، وببدا ان انا اصفيه من الميه. بعد كده ببدا ان انا ارصص السمك عندي في الصينيه بالمنظر ده على ورقه زبده. بكون حاشيه طبعا من جوه، ما بحشيش كميه كبيره قوي من الخضار دي. وزي ما انتم شايفين حطيت بس شويه من البابريكا كده على الوش، وحطيت باقي الخلطه على الجمبري بالمنظر ده مع الفلفل الحار والفلفل الالوان وشويه من الزيت صغيرين قوي، وببدا ان انا ادخلهم الفرن على درجه حراره 180 درجه. ويكون الفرن ان انا مولعاه قبلها بربع ساعه عشان يكون حامي. وحطيت شرايح الليمون زي ما انتم شايفين وشويه من الكرفس، وهبدا ادخله الفرن. وزي ما انتم شايفين كده هبدأ اطلع معاكم الصينية، وهتشوفوا منظرها هيطلع في منتهى الجمال. ايه رأيكم بقى؟ اظن مفيش اجمل ولا احلى من كده سمك بدون زيت بدون دهون في خضار، ومعاه الجمبري بلونه الجميل المميز ده وريحته. عايزه اقول لكم ريحته بجد جميله جدا، وطعمه جميل جدا. هتجربوه وهتقولوا لي رأيكم فيه بصراحة. اتمنى ان هو يعجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.